فيلمنا النهارده بيبدأ بولد فضائي صغير اسمه ميجا مايند، واللي بنشوف والده ووالدته وهما بيحطوه في كبسولة فضائية، وكمان بيحطوا معاه السمكة بتاعته اللي اسمها مينيون، وده لأن الكوكب بتاعهم بيكون على وشك الانهيار. وبعدها بتنطلق الكبسولة وبتطير في الفضاء، وبعد شوية بتخرج كبسولة تانية من كوكب مختلف وبتكون هي كمان فيها ولد صغير اسمه مترو مان، وبيفضلوا الكبسولتين طايرين جنب بعض لحد لما بيوصلوا لكوكب الأرض. وهناك بنلاحظ إن كبسولة ميجا مايند كانت هتنزل جوه بيت كبير، ولكن كبسولة مترو مان خبطتها ودخلت هي البيت ده مكانها. وبعدها بنشوف كبسولة ميجا مايند اللي بتقع جوه سجن مدينة مترو سيتي، وهناك بيقرروا المجرمين يحتفظوا بميجا مايند وبيبدأوا يعلموه أساسيات الإجرام، وده على عكس مترو مان اللي بتتبناه عيلة غنية وبيكتشفوا إن هو عنده قوة خارقة. ومن الناحية التانية بنشوف ميجا مايند اللي بيستخدم ذكائه وبيصنع دراجة مدمرة وبيحاول يهرب بيها من السجن ولكنه بيفشل. وبعد مدة طويلة بيقرر مدير السجن إنه ينقل ميجا مايند المدرسة قريبة منهم، وبنعرف وقتها إن المدرسة دي للطلاب الموهوبين. وهناك ميجا مايند بيقابل مترو مان وبيشوفه هو بيستعرض قدراته الخارقة قدام زمايله، ولما بيلاحظ ميجا مايند انبهار زمايله بمترو مان بيقرر إنه يعمل زيه، وفعلا بيبدأ ميجا مايند يشتغل على روبوت معين. وفي تاني يوم ميجا مايند بيجمع زمايله وبيوريهم قدرات الروبوت بتاعه، ولكنه للأسف بيفقد السيطرة على الروبوت وبيتسبب في حريق كبير. وفي الوقت ده بيجي مترو مان وبيسيطر على الوضع وبيودي ميجا مايند المكان العقاب، وبيفضلوا زمايل ميجا مايند يتنمروا عليه لأنه فاشل. وبعد فترة بيصنع ميجا مايند مسدس خطير واللي بيكون قادر إنه يصغر أي حاجة بيه ويحولها لمكعب. وفي الوقت ده بيقرر ميجا مايند إنه يكون أكتر شخص شرير على الكوكب، وفعلا بيبدأ ميجا مايند يدمر المدرسة باختراعاته، ولكن في كل مرة بيجي مترو مان وبيسيطر على الوضع. وبعد فترة بيرجع ميجا مايند للسجن تاني، وبتعدي سنين كتير وبنعرف إن مترو مان كبر وبقى هو حامي مدينة مترو سيتي. أما ميجا مايند فما بيكونش بيعمل أي حاجة غير إنه بيقاتل مترو مان، وبنعرف إن مترو مان بيهزمه في كل مرة وبيدخله السجن. وفي يوم من الأيام بيروح مدير السجن لزنزانة ميجا مايند وبيقوله إن هو شخص شرير ومستحيل يخرج من هنا، وبيعرفه إن مترو مان بعت له هدية وإن الهدية دي ساعة جميلة جدا وبيلبسها المدير وبيقرر يحتفظ بيها لنفسه. فبيضحك ميجا مايند وبيقول إنه كده مش هيتأخر على الاحتفال. وفي مكان تاني بتبدأ الحفلة في المدينة، وبنشوف المذيعة اللي اسمها روكسان وهي بتتكلم عن مترو مان وبتقول إن هم هيحتفلوا بيه النهاردة. وبعد ما روكسان بتخلص تصوير بيطلب منها المصور بتاعها اللي اسمه هال إنهم يخرجوا مع بعض بعد الاحتفال، ولكن فجأة بتيجي عربية مخفية وبيطلع منها شخص غريب واللي بيخدر روكسان وبيخطفها من غير ما حد ياخد باله. وبنرجع تاني لمدير السجن وبنشوف الساعة اللي بتشتغل وبتغير شكله وبتخليه على شكل ميجا مايند، واللي بمجرد ما الحراس بيشوفوه بيقبضوا عليه وبيودوه لزنزانة ميجا مايند. ووقتها بنشوف ميجا مايند اللي بيكون مستخبي منهم وبياخد الساعة بسرعة وبيتنكر على شكل المدير وبيهرب من السجن. وبتيجي العربية المخفية وبيركب فيها ميجا مايند مع صديقه مينيون اللي بياخده وبينطلق، وساعتها بيرجع ميجا مايند لشكله الطبيعي وبيشكر مينيون لأنه بعت له الساعة وهربه من السجن. في الوقت ده بنشوف مترو مان وهو بيحتفل مع أهل المدينة اللي بيحيوه، فبيشكرهم مترو مان وبيقول لهم إنه من غيرهم ما كانش هيكون بطل خارق. وبنرجع تاني لميجا مايند اللي بيوصل للمقر بتاعه، وهناك بيشوف روكسان وبيشيل القناع من على وشها، وبتظهر وقتها روكسان وهي متضايقة جدا، وده لأن ميجا مايند كل مرة بيخطفها هي. وبيحاول ميجا مايند إنه يخوف روكسان ولكنها ما بتكونش خايفة منه. وبنرجع تاني للحفلة وبنشوف أهل المدينة اللي بيفرحوا لما بيشوفوا تمثال مترو مان، ولكن فجأة بتظهر سحابة سودا كبيرة وبيظهر ميجا مايند وبيتريق على أهل المدينة وكمان على مترو مان، وبيعرفوا إن هو خطف روكسان وبيوريها له. فبيحاول مترو مان يطمن روكسان اللي بتعرفه إن هم موجودين في المرصد الفلكي المهجور، فبيطير مترو مان وبينطلق في اتجاه مكان المرصد الفلكي. ومن الناحية التانية بنشوف روكسان وهي بتتريق على ميجا مايند، وده لأن مترو مان عرف مكانها وجاي علشان ينقذها، ولكن وقتها بيفضل ميجا مايند يضحك عليها. وبمجرد ما مترو مان بيوصل للمرصد بيكتشف إنه مفيهوش حد وإن ميجا مايند كان بيخدعه، وساعتها بيبدأ ميجا مايند يفهم روكسان إن هم في المرصد الفلكي المزيف، وبيطلب من مينيون إنه يشغل شعاع الموت. وفعلا بيبدأ مينيون يشغله وبيستعد القمر الصناعي لإطلاق شعاع الموت اللي بيبقى شكله خطير جدا. وفي الوقت ده بيتكلم ميجا مايند مع مترو مان وبيفضل يتريق عليه لأنه وقع في الفخ بتاعه، وبيطلب ميجا مايند من مينيون إنه يضرب عليه الشعاع ولكن مفيش أي حاجة بتحصل. وساعتها بيستغربوا كل الموجودين من إن مفيش حاجة حصلت، ووقتها بيقول مينيون لميجا مايند إن القمر الصناعي لسه قدامه ثواني على ما يجهز شعاع الموت. فبيتضايق ميجا مايند لأن الخطة بتاعته فشلت، وبيعرف روكسان إنه هيبقى يخطفها الأسبوع اللي جاي. وقبل ما ميجا مايند يمشي بيكتشف إن مترو مان مش قادر يخرج
بيخرج من المرصد، وبيقول مترو مان لميجا مايند إن المرصد الفلكي مصنوع من مادة النحاس وإن المادة دي بتمتص قوته. وفجأة بيشتغل القمر الصناعي وبيطلق شعاع الموت على المرصد الفلكي وبيفجره وبيدمر المكان بالكامل. فبيفرح ميجا مايند جدا لما بيلاقي جثة مترو مان وبيفهم إنه أخيرا قدر يهزمه. ومن ناحية تانية بيتصدموا أهل المدينة من موت مترو مان، على عكس ميجا مايند اللي بيكون فرحان جدا واللي بيروح يعمل لقاء مع الصحفيين وبيعرفهم إن هو هيعيش في مبنى العمدة. وساعتها بتسأله روكسان عن اللي هو ناوي يعمله في المدينة، فبيقول لها ميجا مايند إن هو هيعمل أسوأ حاجات ممكن يتخيلوها، وبيسيبهم وبيدخل للمبنى. وفي تاني يوم بيبدأ ميجا مايند هو ومينيون يسرقوا كل الفلوس من البنوك، وكمان بيسرقوا اللوحات وأي حاجة ثمينة تيجي قدامهم. وبعد فترة بنشوف ميجا مايند وهو حزين، واللي بيقول لمينيون إن هو بقى عنده كل حاجة بيتمناها وإنه بالرغم من كده لسه حزين وتعيس. فبيقترح مينيون عليه إن هم يخطفوا روكسان بكرة، وده لأنه دايما كان بيحب يعمل كده، ولكن ميجا مايند بيكون رافض الفكرة وبيقول له إن حياتهم ملهاش أي معنى من غير مترو مان. فبيستغرب مينيون من اللي ميجا مايند بيقوله. وبعد شوية بيروح ميجا مايند عند تمثال مترو مان وبيبدأ يتكلم معاه وبيقول له إنه ما كانش قاصد يموته وإن كل ده حصل غصب عنه. وعلى الجانب التاني من التمثال بنشوف روكسان وهي بتتكلم هي كمان مع التمثال وبتقوله إن هم من غيره مش هيقدروا يعيشوا في أمان. وفجأة بيجي عامل المكتبة اللي اسمه برنارد وبيعرف روكسان إن هم هيقفلوا وبيسيبها وبيمشي. أما ميجا مايند فبيكمل كلامه مع التمثال وبيقوله إن هو كان لسه عنده خطط كتير شريرة عاوز ينفذها. وبيحزن ميجا مايند جدا على موت مترو مان وبيقوله إنه كان نفسه يودعه قبل ما يموت، وبيعرفه إنه هيفجر المكان. وفعلا بنشوف إن الروبوتات بتاعت ميجا مايند بدأت تجهز الديناميت اللي هيفجروا بيه المكان. وبمجرد ما روكسان بتسمع صوت غريب بتجري بسرعة علشان تعرف مصدر الصوت ده، وأول ما ميجا مايند بيشوف روكسان بيجري هو كمان علشان ما تشوفوش، ولكنه بيخبط في برناردو وبيقع. وساعتها بيستخدم ميجا مايند مسدس التصغير بتاعه وبيصغر برناردو وبيحوله لمكعب. ولما بتوصل روكسان بيكون ميجا مايند اتنكر على شكل برنارد، وبيركب ميجا مايند الاسانسير وبيقول لروكسان ان هم لازم يمشوا من هنا بسرعه. فبتركب روكسان الاسانسير معاه وبيمشوا، ووقتها بيبان على ميجا مايند انه متاثر جدا بموت مترو مان وبيعرف روكسان انه مفتقده جدا. فبتواسيه روكسان وبتحاول تهديه. فبيقول لها ميجا مايند وهو في شكل برنارد ان من غير مترو مان مفيش حد هيقدر يتصدى لميجا مايند. وساعتها بتعرفه روكسان ان طالما الشر موجود فكمان الخير هيفضل موجود، وبتفهمه ان البطل ما بيتولدش وهو بطل. فبتيجي الميجا مايند فكره مجنونه وبيقول لها ان هم مش محتاجين غير الشجاعه والقوه وحمض DNA علشان يصنعوا بطل جديد. فبتستغرب روكسان جدا من كلامه، ولما بيخرجوا من المكتبه بتمشي روكسان وبعدها بينفجر المكان وبيتدمر بالكامل. وبعدها بيوصل ميجا مايند للمقر بتاعه وبيعرف مينيون انه قرر يصنع بطل خارق جديد علشان يقاتله، وبيفهمه ان هو هيختار حد معين وهيديله قدرات مترو مان وانه هيتنكر في شكل والده الروحي علشان يعلمه الشجاعه والشرف. وفعلا بيبدا ميجا مايند خطته وبياخد عينه DNA من المعطف بتاع مترو مان وبيخترع جهاز غريب وبيستخدم الجهاز ده علشان يستخرج قدرات مترو مان. وساعتها بيحاول مينيون يفهم ميجا مايند ان دي فكره وحشه جدا وانها ممكن تتسبب في كارثه كبيره، ولكن ميجا مايند ما بيهتمش وبياخد العينه وبيحطها في السلاح. وبيقول لمينيون ان هم لازم يدوروا على شخص صالح يدوله العينه دي. وفي الوقت ده بيتفاجئ ميجا مايند لما بيلاقي تليفون برنارد بيرن، ولما بيجي ميجا مايند يرد بيعرف انها روكسان واللي بتقوله انها عرفت مكان ميجا مايند. فبيتصدم ميجا مايند وبيسالها هي عرفت المكان منين. فبتقوله روكسان ان هي لحظه وجود مبنى غريب شبه المرصد الفلكي وان ده هو اكيد مقر ميجا مايند. وفعلا بتدخل روكسان من باب مخفي وبتطلب من ميجا مايند انه يجيلها بسرعه. فبيرتبك ميجا مايند جدا وبيدي السلاح لمينيون وبيخبيه بسرعه. فبيغير ميجا مايند شكله على شكل برنارد وبيروح لروكسان وبيطلب منها انهم يخرجوا بسرعه من هنا، ولكن روكسان بترفض وبتفضل تستكشف المكان اكتر. وهناك بتشوف مخططات ميجا مايند وبتصورها، ولكن فجاه بتيجي الروبوتات وبتاخد ميجا مايند وبتطير وبتتسبب في ان السلاح يقع من مينيون. وساعتها بتشوفه روكسان وبتاخده. اما ميجا مايند فبيرجع لشكله الطبيعي وبيخلي الروبوتات تسيبه. وفي الوقت ده بتيجي روكسان وبتهدده بالسلاح وبتساله عن مكان برنارد. فبيتخض ميجا مايند وبيعرفها ان هو هيرجعه لها وبينط بسرعه في القاب وبيمثل ان هو وبرنارد بيتخانقوا. وبيخرج لها ميجا مايند بعدها على اساس ان هو برنارد وبيطلب من روكسان تديله السلاح بسرعه، ولكن روكسان بترفض انها تديهوله. فبيغير ميجا مايند شكله تاني وبيحاول ياخد منها السلاح، ولكنه بعدها بيدوس بالغلط على الزر اللي بيطلق العينه وبتفضل العينه تتنقل من مكان لمكان لحد لما بتدخل جوه انبوب الصرف. وعلى الجانب التاني من الانبوب بيكون هال واقف مستني روكسان. فبيتصدم ميجا مايند ومينيون لما بيشوفوا انه هال واقع على الارض، وساعتها بيفهموا ان
العينة اندمجت معاه. أما روكسان فبتستغل الفرصة وبتحاول تخرج من المكان، ولكنها للأسف بتخرج من الباب الغلط وبتكون خلاص هتقع جوه حوض التماسيح. ولكن وقتها بيجيلها ميجا مايند وبينقذها، وبيفضلوا يجروا هما الاتنين علشان يهربوا من الروبوتات اللي بتطاردهم. وساعتها بتاخد روكسان مجموعة من الديناميت وبتولعها وبترميها على الروبوتات، وفجأة بينفجر الديناميت وبيدمر المكان بالكامل. وفعلا بتقدر روكسان تخرج هي وميجا مايند من المكان على آخر لحظة. وساعتها بتروح روكسان تحضن ميجا مايند وبتشكره لأنه أنقذها. وبعدها بتروح روكسان وبتاخد هال وبتوصله لمكان بيته، وهناك بنشوف ميجا مايند ومينيون وهم مراقبينهم من العربية المخفية. ولما بيجي مينيون يجهز السلاح على وضع سحب القوة، بياخد ميجا مايند السلاح منه وبيرميه في الكرسي اللي ورا، وبيفهموا ان هم مش هيعملوا كده. وبيدخلوا هما الاتنين لبيت هال اللي بيتخض لما بيشوفهم وبيفقد الوعي. وبعدها بيتنكر ميجا مايند على شكل راجل فضائي، وكمان بيتنكر مينيون على شكل واحدة ست. وفجأة بتشتغل العينة وبيفوق هال وبيبدأ شكله يتغير وبيكون عملاق جدا. وساعتها بيبدأ ميجا مايند يتكلم معاه وبيعرفه ان هو والده الروحي وان مينيون يبقى والدته، وبيفهمه ان هو اداله قوة خارقة علشان يحمي بيها المدينة، وبيشرح له انه هيكون البطل الخارق الجديد. وفعلا بيبدأ ميجا مايند يدربه على استخدام قوته، وبيستمر وقت طويل في تدريبه وبيعلمه الطيران وتفادي الحواجز وتدمير الجدران. وبعد فترة بنشوف ميجا مايند وهو بيقابل روكسان على اساس ان هو برنارد، وبنشوف ان كل واحد منهم معجب بالتاني. وهم بيتمشوا بالعجلة في الحديقة بتقول روكسان لميجا مايند انها بتتمنى ان المكان يرجع نضيف زي الاول. وبالليل بينزل ميجا مايند وبيستخدم جهاز التصغير وبينظف المدينة كلها، وبيعرف روكسان ان كل اللوحات المسروقة رجعت تاني لمكانها. وبتعدي الايام وميجا مايند بيدرب هال وبيديله بدلته الخارقة، وبيشرح له انه هيقابل ميجا مايند بكرة ويهزمه، وده علشان الناس تعرف ان هو البطل الخارق الجديد. وفي اخر اليوم بيقول ميجا مايند المينيون ان هو رايح يقابل روكسان بكرة، فبيستغرب مينيون وبيفكروا ان هم بكرة هيقاتلوا هال، وبيقول له ان مستحيل روكسان تحبه لو عرفت حقيقته. وبيكمل مينيون وبيخفي العربية علشان ميجا مايند ما يمشيش ويسيبه، وبيفكروا مينيون ان هو ما بيعملش اي حاجة غير انه بيهتم بيه. فبيتضايق ميجا مايند وبيقول له ان هو مش عايز حد يهتم بيه، وبيعرفه ان هو كمان ما بقاش محتاجه في حياته. فبيحزن مينيون جدا وبيتضايق وبياخد حاجاته وبيمشي من المكان. اما ميجا مايند فبيغير شكله على شكل برنارد علشان يروح يقابل روكسان. وبنروح بعدها لروكسان اللي بتخرج للبلكونة وبتفهم من الاوراق اللي هي معلقاها ان ميجا مايند بيخطط لصناعة بطل خارق. وفجأة بيجي لها هال وبيخطفها وبيطير بيها، وبيقول لها ان هو لازم ينقذها كذا مرة علشان تحبه. وبيفضل يطير بيها من بين العربيات وبيرميها من مسافة عالية وبيلحقها قبل ما تقع. وبتفضل روكسان تصرخ وبتكون خايفة منه، فبياخدها هال وبيوقعها على قمة اعلى برج في المدينة، وهناك بيعرفها ان هو هال وبيقول لها ان هو بيحبها وبيطلب منها الجواز. فبتتصدم روكسان وبترفضه وبتقوله ان ده مستحيل يحصل. فبيتعصب هال جدا وبيسيبها لوحدها وبيمشي. وفي مكان تاني بنشوف ميجا مايند وهو مستني روكسان في المطعم، وفعلا بتيجي روكسان وبتعتذر له على التأخير، وبتفهمه انها عرفت ان ميجا مايند صنع بطل خارق جديد، ولكنه للأسف اختار أسوأ شخص ممكن يكون بطل. ومن ناحية تانية بنشوف هال وهو بيراقبهم من بعيد وبيحزن جدا لان روكسان بتحب شخص تاني غيره. وبنرجع بعدها لميجا مايند اللي بيسأل روكسان اذا كانت هتحبه لو كان لونه ازرق وشكله مختلف شوية. فبتقول له روكسان انها مش بتحكم عن الكتاب من عنوانه، ولكن بتحكم عليه من تصرفاته وافعاله. ووقتها بيبان انهم بدأوا يعجبوا ببعض اكتر، وبالغلط بتلمس روكسان الساعة اللي في ايد ميجا مايند وبتحركها. فبيستغربوا كل اللي موجودين من اللي حصل، وبتتصدم روكسان لما بتشوف ان ميجا مايند كان متنكر على شكل برنارد. وبتتضايق روكسان وبتحزن جدا وبتمشي في المطر لوحدها. ولكن فجأة بيروح لها ميجا مايند بالعربية المخفية بتاعته وبيفكرها بالكلام اللي هي قالته له. فبتفهمه روكسان انها فعلا ما حكمتش على الكتاب من عنوانه، وبتفكره ان هو قتل مترو مان واستولى على المدينة. وبتستغرب روكسان جدا لما بتفهم انه بيحبها، وبتقوله انها مستحيل تحب واحد زيه، وبتسيبه وبتمشي. فبيحزن ميجا مايند جدا وبيمشي. وبعد شوية بيرجع ميجا مايند للمقر بتاعه، وهناك بيدور على مينيون ولكنه ما بيلاقيهوش. فبيحزن ميجا مايند اكتر وبيقرر انه يقاتل هال. وفعلا بيشغل ميجا مايند الآلي العملاق اللي هو صنعه وبيمشي بيه في شوارع المدينة. وبعدها بيتسلق مبنى العمدة وبيسأل الناس عن البطل الخارق الجديد، وبيقول انه بيتحداه علشان يجي يقاتله، ولكنه بيفضل واقف مكانه على امل ان هال يجي يقاتله وينقذ المدينة. وبيعدي وقت طويل ولكن مفيش اي حاجة بتحصل. فبيتضايق ميجا مايند وبيروح لبيت هال وبيدمر الجدار، وبيسأله ميجا مايند هو ليه ما جاش علشان يقاتله. وبيتصدم ميجا مايند لما بيشوف الفلوس اللي هال سرقها. وبيبدأ ميجا مايند يفكر هال ان هو البطل الخارق وانه المفروض ينقذ الناس ويحمي المدينة. فبيقول له هال ان هو كان عاوز يكون بطل
الخارق علشان روكسان تحبه مش أكتر، ولكنه في النهاية اكتشف إنها حبت شخص تاني، وبيطلب هال من ميجا مايند إنهم يتحدوا مع بعض علشان يسيطروا على المدينة كلها. فبيتعصب ميجا مايند وبيقوله إن هو المفروض البطل مش الشرير، وبتيجي الميجا مايند فكرة علشان يستفزه، وبيعرفه إن هو اللي صنعه، وبيغير شكله لشكل والده الروحي، وكمان بيوريله إن هو الشخص اللي روكسان بتحبه. وبيفضل ميجا مايند يستفزه أكتر، وبيرجع يركب الروبوت وبيمشي. فبيتصدم هال وبيتعصب بسرعة وبيبدأ يهاجم الروبوت، ولكن ميجا مايند بيقدر يتصداله وبيتفادى كل ضرباته. وأثناء المعركة بيبان إن ميجا مايند مستمتع بالقتال على عكس هال اللي بيكون متعصب جدا. وبعدها بيقدر هال إنه يمسك ميجا مايند اللي بيستسلم، وبيطلب من هال يوديه للسجن، ولكن هال بيعرفه إن هو مش هيوديه للسجن. فبيتصدم ميجا مايند وبتبدأ بينهم معركة تانية، وبيقدر فيها ميجا مايند إنه يحبس هال في كرة من النحاس. وبيفرح ميجا مايند جدا وبيقوله إن النحاس كان نقطة ضعف مترو مان، ولكن للأسف بيقدر هال إنه يدمره بكل سهولة. وبينقض على ميجا مايند من تاني، ولكن بيقدر ميجا مايند إنه يهرب على آخر لحظة. وبيفرحوا أهل المدينة جدا بهال وبيشكروه، ولكن هال بيضرب العمدة وبيفهمهم إنه شرير وإنه مش البطل الخارق. أما ميجا مايند فبيروح لروكسان اللي بتلومه لأنه تسبب في تدمير المدينة، فبيعتذر لها ميجا مايند وبيقول لها إن هم لازم يوقفوا هال قبل ما يدمر المدينة بالكامل. وبيسألها إذا كانت تعرف البيت اللي كان مترو مان عايش فيه، وده علشان يقدروا يدوروا فيه على أي حاجة تساعدهم. وفعلا بتكون روكسان عارفة مكان البيت. وفي الطريق روكسان بتسأل ميجا مايند إذا كان يقدر ياخد القوة من هال زي ما اداهاله، فبيقول لها ميجا مايند إن السلاح اللي يقدر يعمل كده موجود في العربية المخفية، وإن هو نسي مكانها لما كانوا بيتخانقوا في المطر. وبعدها بينبهر ميجا مايند لما بيعرف إن مترو مان كان عايش في المدرسة القديمة. وبيوصل ميجا مايند هو وروكسان لبيت مترو مان وبيفضلوا يستكشفوا المكان. وبيروح ميجا مايند يلبس معطف مترو مان، وفجأة بيظهر مترو مان من وراهم وبيحاول يهرب منهم بسرعة، ولكن ميجا مايند وروكسان بياخدوا بالهم منه وبيتصدموا جدا لما بيشوفوه. وفي الوقت ده بنشوف هال وهو بيدمر المدينة باستخدام الليزر، وبنشوف مينيون وهو مصدوم من اللي بيحصل. وبنرجع تاني لميجا مايند وروكسان اللي بيستغربوا جدا من ان مترو مان لسه عايش، وبيسألوه هما الاتنين عن اللي حصل. فبيرجع مترو مان بالماضي وبيحكي لهم ان هو لما كان في المرصد استخدم سرعته الخارقة وقدر يعرف مكانهم، ولكنه وقتها كان حاسس بالملل وان حياته ملهاش اي قيمة. وساعتها ادرك انه مش لازم يكون بطل خارق طول حياته، وقرر انه يفهم الناس انه مات وقت الانفجار، وعلشان كده رمى جثة صناعية على ميجا مايند، وده علشان يصدق انها جثته وان هو مات فعلا. وبنرجع بعدها لوقتنا الحاضر، وبيقول مترو مان لميجا مايند وروكسان ان هو ما بقاش مهتم بحاجة غير انه يلعب موسيقى، وبيشرح لهم قد ايه هو بيحبها. فبتتعصب روكسان جدا وبتفضل تكسر كل حاجة حواليها. وساعتها بيروح ميجا مايند لمترو مان وبيترجاه انه يساعدهم، ولكن مترو مان بيرفض وبيفهمه ان الناس ما ينفعش تعرف ان هو لسه عايش، وبيقول له انه طول ما الشر موجود فاكيد الخير هيظهر علشان يتصداله. وبعدها بيخرج ميجا مايند هو وروكسان من المدرسة وهما متضايقين جدا، وبيظهر على ميجا مايند انه فاقد الامل، وبيسيب روكسان وبيمشي. وبعد شوية بيوصل ميجا مايند للسجن وبيسلم نفسه للمدير والحراس. اما روكسان فبتروح لهال وبتبدأ تتكلم معاه وبتحاول تفهمه ان هو شخص كويس، وبتطلب منه ما يدمرش المدينة، ولكن هال ما بيتأثرش بكلامها وبيقرر انه يستغلها. وبنرجع تاني لميجا مايند اللي بيكون قاعد بيتفرج على التلفزيون وهو في الزنزانة، واللي بيتصدم لما بيعرف ان هال خطف روكسان، وكمان بيسمعها وهي بتطلب منه يجي ينقذها. وبتتكلم روكسان مع ميجا مايند وبتشجعه وبتفهمه ان هو قادر ينقذ المدينة، وبتفكره ان هو عمره ما هرب من القتال. فبيعتذر لها ميجا مايند وبيلوم نفسه لانه تخلى عن صديقه الوحيد مينيون. وساعتها بيجي مدير السجن وبيفتح الباب، وبيتحول المدير فجأة لمينيون وبيقول له انه قبل اعتذاره. فبيفرح ميجا مايند جدا برجوع مينيون، وبيخرجوا هما الاتنين من السجن. وفي الوقت ده بيفضل هال يدمر البرج اللي روكسان موجودة على قمته، وبيكون البرج ده على وشك ان هو يقع. وفجأة بتظهر سحابة سودا وبنفهم ان ميجا مايند هو اللي بيكون متسبب فيها. وبيظهر ميجا مايند وبيستفز هال وبيتريق عليه، فبيتعصب هال جدا وبيهاجم الروبوتات بتاعة ميجا مايند. فبيستغل ميجا مايند الفرصة وبياخد المركبة بتاعته وبينطلق، وفي اللحظة دي بيقع البرج، ولكن فجأة بيوصل ميجا مايند وبينقذ روكسان على آخر لحظة وبياخدها على المركبة وبيجري بسرعة. أما هال فبيبعد كل الروبوتات اللي محاصراه وبينطلق بسرعة وبيشيل البرج وبياخده وبيطير. فبتترعب روكسان لما بتشوف هال وهو بيرمي البرج عليهم، فبينطلق ميجا مايند بسرعة علشان يهربوا، ولكن للأسف بتتعطل المركبة وبيكون البرج خلاص هيقع عليهم. وساعتها ميجا مايند بيمسك روكسان وبيرميها على المظلة وبيقع هو بالمركبة. ولما روكسان بتفوق بتلاقي ان ميجا مايند اتأذى من الوقعة، وفجأة بيجي هال وبيرمي عليها الأتوبيس علشان يموتها، ولكن ساعتها بيتقسم الأتوبيس لنصين، وبنعرف ان مترو مان هو اللي عمل
عمل كده وبيروح يعتذر لروكسان، وبمجرد ما هال بيشوفه بيترعب جدا وبيهرب، ولكن مترو مان بيطير وراه وبيطارده. وبتروح روكسان بسرعة الميجا مايند وبتطمن عليه، ولكنها بتكتشف انه مينيون وكان متنكر على شكل ميجا مايند. وساعتها روكسان بتفهم ان ميجا مايند هو المتنكر على شكل مترو مان، وبيفضل ميجا مايند يطارد هال وهو على شكل مترو مان. وفي الاخر بيقدر ميجا مايند انه يمسك هال وبيبدأ يخوفه وبيطلب منه يهرب وما يرجعش للمدينة من تاني. فبيترعب هال وبيهرب بسرعة، وبيروح ميجا مايند لروكسان اللي بتمسك الساعة بتاعته وبترجعه لشكله الطبيعي من تاني. وساعتها بينبهروا كل اللي موجودين من اللي هم شايفينه، ولكن فجأة بيرجع هال من تاني وبيعرفوا ان هو كان شاكك فيه من البداية. ووقتها بتبدأ بينهم معركة كبيرة جدا. وبالصدفة بتلاحظ روكسان حاجة غريبة وبتعرف مكان العربية المخفية، وبتقول لميجا مايند على مكانها. فبينطلق ميجا مايند ناحية العربية، ولكن هال بيصيبه وبيوقعه على الأرض. فبيستغل ميجا مايند الفرصة وبيقرب من العربية أكتر وبيدخل فيها وبيمسك السلاح وبيشغله، ولكن هال بيقدر إنه يوصل له وبيرميه فوق في السماء. وفي اللحظة دي بتيجي فكرة الميجا مايند وبيستخدم سلاح التصغير وبيصغر نفسه بسرعة. أما هال فبيحاصر روكسان وبيكون على وشك إنه يقتلها، ولكن فجأة بيرجع ميجا مايند لشكله الطبيعي وبيستخدم السلاح وبيسحب من هال كل القوة الخارقة بتاعته وبيرجعه لطبيعته. فبتفرح روكسان جدا وبتحضن ميجا مايند اللي بيشكرها على كل اللي هي عملته معاه، وبيقول لها إن هو أخيرا لقى سبب يخليه ينتصر وإنها هي السبب ده. وبيروح ميجا مايند يطمن على مينيون اللي بيفرح جدا لأنهم ما بقوش أشرار. وساعتها بتتجمع الناس حوالين ميجا مايند علشان تشكره، وبعدها بيحتفلوا أهل المدينة بميجا مايند، وبنعرف إنه بقى هو البطل الجديد للمدينة، وكمان بيعملوا له تمثال ضخم زي بتاع مترو مان. فبيفرح ميجا مايند جدا وبيرقص هو وروكسان وكمان مينيون، وبينضموا لهم كل اللي موجودين وبيرقصوا معاهم. أما هال فبنشوفه بيرقص هو كمان، ولكن وهو محبوس في السجن. وأخيرا بيقدر ميجا مايند إنه ينقذ المدينة بعد ما فهم إن طول ما الشر موجود فأكيد الخير هيفضل موجود علشان ينتصر عليه. الملخص ده بصوت لميا نجيب، وكتبه ومنتجه باسم أحمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة تون ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.